السلام عليكم لكيف ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبيا وراكم توجدوا الباك بنفسية مرتفعة ماكش واخدين الامل في الباك. الف مليار خطرة قلنا باللي هذا الباك راه امتحان نورمال، يعني ما يجي توعد يريب لك المورال. امتحان نورمال يعني. اليوم راح نتكلموا بعد ما كثر الطلب وبعد ما وصلنا في الصفحة قال لك توقعات شعبتي. اليوم لميناهم كامل وجبناهم يعني كامل وجميع المواد ان شاء الله نتكلم على جميع الشعب وجميع المواد ان شاء الله. اللي ما عرفناش رانا نديرو دروس ويعني ونقدموا. في هذه من الايامات اخر هذه من الايامات راح نقدموا سلسله من الفيديوهات كل ماده كيفاش نجيبوا فيها اكثر من 10 نقاط بسهوله. بدينا باللغه العربيه وجا فيديو فور، وبعد بدينا من وراها الفيديو الانجليزيه كيفاش نجيبوا فيها اكثر من 10 نقاط. وغدا ان شاء الله راح نحطوا تاع الفرنسيه ونكملوا باقي المواد ان شاء الله بان نساعدوا بها الطلاب. اللي مازال مش مشترك في القناة ابوني في القناة واضغط على الجرس باه يوصلك كل جديد وديرنا لايك. واللي مشتركين واللي ابوني في القناة اضغط على الجرس باه يوصلك ثم الجديد تاعنا. يلا ما نطولوش احنا توقعات. تاع نبدو بالفلسفة. شعبة اداب وفلسفة. عندكم الشعور ولا شعور، عندكم اللغة والفكر اتصال وانفصال، عندكم الأنظمة السياسية، عندكم الأخلاق ثوابت ومتغيرات، وعندكم العادة. هذا هم المقالات تاع شعبة آداب وفلسفة. أما علوم تجريبية عندكم أصل الرياضيات عقلي أم حسي، الرياضيات مطلقة أو نسبية، المشكلة والإشكالية، المنطق المادي والصوري، البيولوجيا والعلوم الإنسانية. بالنسبة لشعبة تقنية وتسيير أصل مفاهيم الرياضيات، المنهج التجريبي في البيولوجيا، المذاهب والسؤال والمشكلة. شعبة اللغات عندكم اللغة والفكر، الشعور بالآن والغير، هل تجربة ضرورية أم فرضية، والعولمة. أما هذه يعني كانت بالنسبة لتوقعات الفلسفة. بالنسبة للغة العربية جميع المواد، جميع الشعب، اللغة العربية قالك إيليا قصائد إيليا بوماضي في أغلب المواضيع المقترحة، يعني مواضيع المقترحة كل أغلبها تتكلم قصائد تاعها يعني الشعر على إيليا بوماضي. أما من جهة النثر فأغلب المواضيع تتكلم فيها ميخائيل نعيم، يعني ركزوا زين على إيليا بوماضي وميخائيل نعيمة. بالنسبة للعلوم الإسلامية جميع الشعب، الدروس الأربعة الأولى، العقيدة والعقل والصحة الجسمية والنفسية والقيم، بالإضافة إلى الشفاعة والمصالح المرسلة وأثر الإيمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجريمة. هذه في العلوم الإسلامية. ذكر روح التاريخ والجغرافيا. التاريخ والجغرافيا شعبة أدب وفلسفة، كان الانفراج الدولي، الأحادية القطبية، العمل المسلح والسيادة الوطنية. بالنسبة للجغرافيا القمح والتقدم والتخلف، الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا، دول جنوب شرق آسيا. العلوم التجريبية عندكم تاريخ معايير تشكل العالم، الانفراج الدولي، ورد فعل الاستعمار، وممكن القضية الفلسطينية يعني يضربوا فيها طلة ما تقولوش لا. الجغرافيا البرازيل، جنوب شرق آسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والغاز والبترول. هذه في الجغرافيا. بالنسبة لشعبة اللغات عندكم التعايش السلمي، معايير تشكل العالم، السيادة الوطنية. وفي الجغرافيا إقليم الراين والبرازيل والاتحاد الأوروبي. بالنسبة للاقتصاد ما وصلناش، يعني الأخبار مش متأكدة لذلك ما قيش نحطها ما يقول لك راك تجيب لنا في الحلقات، يعني هذا بنستمد نجيب من أساتذة ذو خبرة وإلى غير ذلك. بالنسبة للفقرات الإنجليزية عندنا التعليم يعني education، وعندنا التلوث، وعندنا الحضارات، وعندنا التزوير. هذم الفقرات اللي متوقعين في الإنجليزية. إن شاء الله تكون هذم كل كامل التوقعات في جميع المواد جميع الشاب. إن شاء الله تكون يعني استفدتوا منها وما تعتمدوش بها. بالنسبة لي يقول لك وشني توقعات يحطوها أساتذة ذو خبرة، يعني واحد عنده في التربية 20 سنة 25 سنة يتوقعوا على مستوى الولايات الوطن كامل ويحطوا هذا من التوقعات تاعهم، وهي بنسبة 60% 70% يعني مرجح هذه من التوقعات. وإن شاء الله تفيدكم. يعني درك احنا لحقنا لفات تاع الفيديو. إذا عجبكم التوقعات وحبيتوا يعني نكملوا، رانا مازال عندنا فيديو جدد يعني على مواد أخرى. يعني راح نبدو حطينا نوينا نديروا سلسلة فيديوهات كل يومين ثلاثة نحطوا على مادة يعني وكيفاش نحصلوا فيها أكثر من 10 نقاط بسهولة. بدينا بالعربية والإنجليزية وادخل قناة تلقاهم، وراح نقدوا إن شاء الله نحطوا الفرنسية ونكمل المواد الآخرين.
ان شاء الله يضرك. يلا ما تنسوش تبارطاجي معكم الفيديو لاصحابكم كاللي رايب له المورال ولا ما مش بيقرا حتى نشوف التوقعات. وما تنسوش لايك وابوني في القناة بيوصلك جديد. يلا دمتم في امان الله. حابين نسمع زخاريت في كل بلاصة في كل مكان. تحياتي اليكم.